أكيد بعد الإفطار نحتاج حلا بارد ولذيذ ومرة سهل. ويلا نقول بسم الله ونجهز مع بعض أحلى كريم كراميل. أول حاجة حنكرمل السكر تقريبا كوب. لما نشوفه يبدأ يذوب حنحركه بهذا الشكل، ما نخليه يطول على النار عشان ما ينحرق معانا. وعلى طول حنصبه في القالب وحنوزعه بهذا الشكل من الأطراف وحنخليه يبرد. هنا في قدر تاني حنضيف لتر من الحليب السائل، 3 أظرف من الكريم كراميل، حنضيف كمان ظرف من دريم ويب، وعلبة قشطة وزن 170 جرام، وكوب من الحليب البودرة. حنقلبهم مع بعض وبعدين حنحطهم على النار مع التقليب إلين يبدأ يغلي معانا دقيقتين، ونصبه على الكراميل ونخليه يبرد بحرارة الغرفة. وبعدين حندخله الثلاجة ياخد معانا تقريبا 3 ساعات ويكون ماسك نفسه جاهز. أول ما نطلعه من الثلاجة حنشوف إنه القوام صار بهذا الشكل، وبعدها حنقلب الكريم كراميل في صحن التقديم. وطبعا لما نقلبه نستنى شويتين وحنسمع صوت الكريم كراميل كيف نزل في الصحن، وحنبدأ نقدمه. طبعا يتقدم وهو بارد حيكون ألذ وأطعم. سهل وبسيط، أتمنى تجربوه بإذن الله يعجبكم، وعليكم بألف عافية.